سلام البنات، صافا؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير، اموركم كلها تكون يا ربي كاملين بخير وعواشر مبروكه. يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا وبزيادة الرزق ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا كوزينه مختلفه عزيزه، ماشي في كوزينتك ماشي في كوزينتي انا اختي. اليوم ان شاء الله جيت عند حماتي، عيطت لي قالت لي والو غادي تجي غادي نصايبوا الشباكيه. انا كنت صراحه الله ما كنت عوالة ما غنصايب العمل الشباكيه حتى شي حاجه. راكم عارفين مع راني والوليدات والقرايه شويه صعيب عليا الحال انني ندير شي حاجه في الدار. وهي دائما صراحه الله دائما كل عام كانت كتصايب وكتعطيني حقي دائما. من نهار تزوجت بلطفي كتعطيني الكونتيتي كبيره ما شاء الله. ولكن هذا العام كنت كنقول انني غنصايبها، كنت كل مره كنقول غادي نصايب لها خالتي غنصايب السفره غنصايب شباكيه. ولكن وصل رمضان صافي ما قديت نصايب حتى شي حاجه. تضغط الحال مع الوليدات، الامتحانات راكم عارفين، والتربيه شويه صعيبه. قالت لي هزي وليداتك وهزي الطوموبيل واجي عندي دابا. فانا جيت لعندها دابا اليوم الجمعه السبت الحد مقيله معاها باش اول حاجه غادي تصايب الشباكيه. اول حاجه غتصايب لها هي العسل اللي غنشاركها معكم في هذا الفيديو. هذا غنقسم لكم الفيديو ديال العسل بوحديتو والفيديو ديال الشباكيه بوحديتو باش هكا يجيو الفيديوهات زوينين. فغادي نشارك معكم العسل. طريقه العسل صراحه كتصرع العسل، كيجي واعر والله العظيم. الا تجربوا هاد الطريقه ديال العسل اللي كتصايب الا كيجي خطير هاد العسل هذا. وباش نزيدكم انه كتخلط مع العسل الحره يعني راه كيجي بنين، انك الا دقتي لا كولور ديالو مع انك غتشوفيه غتقولي فريمون هذا عسل ديال عسل حره تماما. والله كتجيبي شباكيه رائعه بزاف بزاف بزاف. غنشارككم معكم الاول حتى الاخر وشوفوا قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جا العسل ديالها. وما تنساوش الفيديو اللي مورا اختي الشباكيه وتشوفي البنه ديال الشباكيه كي غادي تجي هشيشه كتجي كتحمق. صافي تفرجوا في هذا الفيديو هذا وقولوا لي العسل كي جاكم، ومن بعد قولوا لي لا فيديو ديال الشباكيه جاتكم. ها انت يا اختي، ها العسل، ها العسل. وقولي لي ما كيبانش عسل حر؟ يلا قولي لي يا اختي هذا واش ما كيبانش لك بانه عسل حر؟ راه الماضه. قول شوفوا تبارك الله ما شاء الله. يا انت شتي اختي؟ يلا وتبعي معايا المراحل دقه دقه وغادي تعرفي الطريقه وتولي تصايبي العسل لراسك في الدار بهذه الجوده هذه. ها انت اختي والله العظيم الا تذوقيه تقولي عسيله حره. هنايا غادي نشارك معكم دابا الطريقه ديال السكر. شوفوا بالنسبه كدير القالب ديال السكر، درت العسل الاول بالقالب السكر ودابا غادي ديروا بهذا السكر هذا. هنايا عندنا 4 كيلو ديال السكر البنات، السكر ديال الكاسي ولا السكر ديال الاتاي كل واحد شنو كيقول له. عندنا 4 كيلو هنايا، كل باكيه فيها كيلو. غادي تقبط واحد الطنجره اللي كبيره باش غادي تنفع هذه الكميه هذه. غادي تحطهم كاملين في الطنجره وغادي تضيف عليهم الماء طايب كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. يعني هي ضافت دابا حطات السكر كامل. البنات بالنسبه 4 كيلو ديال السكر قالت لي كل 2 كيلو غادي دير فيها يترو ديال الماء تقريبا. كل 2 كيلو ديال السكر غدير فيها يترو ديال الماء. يعني فاش كيكون الماء طايب كما كتشوفوا كيذوب لها السكر واحد شويه. هاد الليترو الاولى ودابا غادي نضيف ليترو الثانيه. صراحه بهاد الطريقه هكا كيجي السكر زوين. كاين اللي كيقول لك لا كيبيتوه حتى لا غد ليه ما كتبيتو ما حتى شي حاجه ما شاء الله كيطلع كيحمق غير بهاد الطريقه هذه. صافي هنايا غادي تزيد له الحامض غتقبط حامضه. قالت لي غتحيد منها غير العظيمات باش ما كيجيش مر، وكتقطعيها طرونش. يعني كتقطعيها طرونش وكتلوحيها في الماء بحال هكا يعني مع السكر والماء. ولكن اكدوا على ديك العظيمات ما يبقاوش باش ما يجيكمش ديك المراره ديال العظومه. صافي بهذه الطريقه هذه من بعد كتبقى كتحركوا على هذا الشكل هذا. كتبقى كتحرك كتحس بان ديك السكر بدا كيذوب، لان ديجا قلت لكم الماء راه طايب. صافي السكر بدا كيذوب والماء راه طايب. صافي يعني ها هو دابا واجد بزاف اللي كنشوفهم ان اللي كيزيد فيه حبوباتك اللي كيزيد فيه ما عرفت شنو. فصراحه الله راكم شفتوا وريتكم لا كولور، شفتوا في البدايه اللوين ديالو كيفاش داير. يعني ما كاين لا حبوبات لا والو، الحامض السكر الماء. هنايا سدت عليه الكوكوط مزيان وصافي غادي ديروا غادي تعلي عليه البوطه وغادي ديروا يطيب. صفر لها التصفيره الاولى. من بعد ما صفرت الكوكوط حسبت له الوقت، حسبت له 45 دقيقه بالضبط نيشان. حتى صفرت الكوكوط عاد غتحسبوا 45 دقيقه بالضبط. هنا غادي تشوفوا ها هو الحامض. شوفوا اللوين كيفاش عطاه. انا قلت لكم ما كاين لا حبوباتاي ما كاين لا ملون حتى شي حاجه. الحامض بوحديته، الحامض السكر الماء. صافي هنايا غادي تحيد هاد الحامضات
على غادي تحيدهم على جانب. وبالاشاره هذا الحامض البنات هذا ما كنلوحوهش، عرفتي هذا البنات تخيلوا كطحنيه وديريه بكيكه كتجي واحد الكيكه معلكه كتحمق. انا عطيتكم لاستيس ديالو، دابا انا عندي خزمته في البواطه باش اختي منين نمشي ندير لكم به واحد الكيكه باش تذوقوا الكيكه ديالو. هانتوما دابا نشوفوا اللوين، يعني عطيني دابا غير قولي لي اختي هذا اللوين هذا هنايا كما قلت لكم ضروري كتزيد العسل الحره. هنايا عندها تقريبا 800 غرام، لا تقريبا 500 غرام، قل شي 20 غرام هكا، 450 غرام وقيله تقريبا غتكون كباتها كامله. هذه عسيله حره البنات، ضروري ومؤكد كتزيد فيه العسيله حره، حيت هي قالت لي بان العسل الحره ملي كدار في الشباكيه سبحان الله العظيم ما كتجيش زوينه، ولكن ملي كدار العسل السكر وكتخلطي بها العسل الحره كتجي بنينه. هنايا الجليكوز، ها دابا هنايا تبتو معايا 2 معالق كبار البنات ديال الجليكوز. هذا الجليكوز هذا قالت لي هو اللي كيعطي العسل واحد التعليكه، يعني ملي كتبقاي يعني كتبقاي تقيسيه بدك كتبقاي كتحسي به واحد التعليكه بحال العسل الحره، تماما بحال العسل الحره. صافي هنايا غادي تبقى كتحرك، وركزوا معايا على هذه النقطه هذه، عرفتي انا في هذا الفيديو هذا غادي نخبعوا ليا ماشي ليكم والله العظيم باش مره اخرى ان شاء الله باذن الله نديرو. دارت العافيه ماشي مجهده ماشي مهيله، مهم وخلاتو كيغلي. شوفوا البنات قالت لي غادي يبقاو كيديروا فقاعات كبارين، قالت لي حتى هاد الفقاعات الكبارين ما يبقاوش يوليو كيديروا فقاعات غير صغارين، عاد غتحسي بانه العسل بدا كيشد راسو. وانا اختي راني بقيت حاضيه معاه، انا حاضيه وكنشوف العسل يا اختي كيفاش كيطيب، حيت راه اختي عمرني ما طيبت العسل. صافي بقات كدير على هذا الشكل هذا حتى بدا كيبانوا ليها الفقاعات بداو كيصغاروا. ملي بداو كيصغاروا البنات باش كتيستيه كتقبط واحد الطبسيل كدير فيه واحد المعلقه وكتخليه تيبرد. صافي ملي كتخليه تيبرد كتبقى كتشوفوا بحال ما هكا واش راه جاري ولا خفيف ولا قاصح. هنايا منين برد لا قالت لي باقي خاصو يزيد واحد شويه، شتو قالت لي يزيد غير واحد شويه. عاوتاني رجعاتو للكوكوط بما زاد واحد شويه شي 5 دقائق هكا، عرفتو هنايا زادت عليه نص قرعه ديال المزهر، نص قرعه البنات ديال المزهر. قالت لك كيهرس سبحان الله العظيم داك العسيله ما عرفتش كيفاش هي. قالت المهم بصراحه راه كيجي جد جد رائع. شي هاد العسل هذا الا صايبتيه ما عمرك غتولي تفكري ديري شي عسل واحد اخر بنين، ما كيرجع لكيش السكر وكيبقى ما ألذه صراحه الله. وهانتوما العسيله اختي في الاخر ديالنا، يلا قولوا لي هاد العسيله كي جاتك اختي، يلا قولي لي كي جاتك. ايوا بالصحه والراحه، انا عطيتكم الطريقه كامله. واختي ديري لي لايك وخلي لي واحد الكومونتير زوين، الا خليتي لي كومونتير زوين واحد اللايك زوينه باش ان شاء الله باذن الله ننزل لك الشباكيه من مور هذا الفيديو هذا. وبالصحه والراحه، ولا احتاجيتيني في شي حاجه مرحبا. ها انت يا اختي، ها العسل، ها العسل، وقولي لي ما كيبانش عسل الحر، يلا قولي لي اختي هذا واش ما كيبانش لك بانه عسل الحر؟ راه الماده قول. شوفوا 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 تبارك الله ما شاء الله. يا انت شتي اختي، يلا وتبعي معايا المراحل دقه دقه وغادي تعرفي الطريقه وتولي تصايبي العسل لراسك في الدار بهذه الجوده هذه. ها انت اختي والله العظيم الا تذوقيه تقولي عسيله حره،